تخيل انك قاعد تلعب نفس اللعبة 11 سنة، الناس كلها بتلعب جنشن وفالورانت وانت قاعد تلعب نفس اللعبة اللي محدش يعرفها غيرك، لدرجة انك حفظت كل تفصيلة فيها، وفي يوم من الايام اللعبة تتحول لحقيقة وبرج اللعبة يظهر في نص المدينة والناس تلاقي نفسها مجبرة يدخلوا للبرج ده. وهو ده بقى اللي حصل مع بطل قصتنا جن. بس قبل ما نبدأ انزل يا قلبي اعمل لايك كلمتين، واهم حاجة يا صاحبي اشترك في القناة دي. فانا عامل تحدي اننا نوصل ل 1000 مشترك، هو عارف ان جيش رواية انمي قدها. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا في روايتنا العظيمة. بتبدأ حكايتنا مع بطلنا جن، ستريمر بائس فقير ملوش في الكلام الكتير، بيحاول يجمع فلوسه من بثه للعبة برج المحن، وده لحد ما انتهى من اللعبة أخيرا. بيقول كفاية كده، البث مبقاش يجيب همه، فأنا مش قدامي غير حل واحد، أفتح بث وأودع المتابعين وأشوف حياتي. لكن قبل ما يقول أي حاجة بيظهر بث مباشر على شاشات العالم، السما كلها بتقلب أحمر، بيظهر برج غريب على كوكب الأرض. المذيع بيقول إن ده هو برج المحن. إيه اللي بيحصل ده؟ بتظهر رسالة بتقول لهم منه الطابق الاول من البرج خلال 90 يوم، لكن لو فشلتوا هنتخلص منكم كلكم. جن مصدوم، الواد بيفكر وبيقول في نفسه انا لو فضلت قاعد مكاني عمري ما هبقى الاقوى في البرج ده. صاحبنا بياخد بعضه وبيطير جري على السلم، بينزل الشارع وبيلاقي الدنيا مقلوبه، لكن جن ساب المعمعة دي كلها وراح للمركز التجاري في النفق، وكل الناس اللي مستعده لبدايه برج المحن متجمعه هناك. لكن وهو ماشي بيلمح شخص غريب بيفكره بايام الرخامه، اسمه جون، وهو رئيس شركة تايها، وده اللي كان مستقصد جين في مجاله القديم، وخادم محتال كان بينصب على ستريمرز كتير. الراجل بكل بجاحة حط ايده على كتف جين وبيقول له ازيك يا صاحبي، بس جين صاحبنا قال له العالم اتغير، وفي جزء من الثانية بيديله ضربة في نفخه وبتجيب اجله، بيقول له اوعى تفكر انك تكلمني وكأني صاحبك، فانا ما اتشرفش اعرف حقير زيك. وفجأة بتظهر قدامه شجرة ضخمة، ودي مش شجرة عادية يا صاحبي، فهي بتطلع ثمار نادرة جدا، واي حد هيلحق ياكل منها هتخليه قوي بشكل ملحوظ. لكن الشجرة ما فيهاش غير 4 ثمار بس، وده معناه ان هيحصل مدعكة في المكان ده. جون بيقول له مش لو اتعاوننا كنا نلحق الثمار دي، دلوقتي مش هتاخد اي حاجة بسبب غبائك يا جن. بيقول له خلاص فانت مش عارف حاجة. وفي الوقت ده بيظهر لعب وبياخد احدى الثمار، لكن الشجرة بتكبر وبترزع كل اللي عليها. جن بيقول كنت عارف، والعيال بتفتكر المرحلة دي نفس المرحلة اللي ماتوا فيها 50 مرة، والوضع شكله هيقلب مدعكة. جون لسه هيجري ويلاقي اللي يقول له استنى عندك. الواد بيتعصب، لكن جن بيقطع وبيقول له الجايزة مش الفاكهة لأ، ومش هنقدر ناخدها غير بعد ما نهزم شجرة الجشع. بيسأله هو المطلوب يعملوا ايه يعني؟ بيقول له لو هاجمنا من طريق واحد هنبقى أهداف سهلة، وعشان كده محتاج نهاجم من جهتين مختلفتين، وعشان كده استعد واوعى تتردد. بيقول له ما تقلقش يا صاحبي، فأنا مش أول مرة ألعب اللعبة دي. وبالفعل بينطلقوا، الواد بيجري بكل سرعته وشكلهم هيعملوها ولا ايه؟ الشجرة بتستعد وبتهجم، لكن جن بيفلت منها بكل سهولة. بس هو فين جون صحيح؟ بيقول له انت مغفل يا ابني ولا ايه؟ انت مفكرنا هسكك بالصورة دي؟ انت بقى مغفل يا صاحبي. صاحبنا بيقول كويس انك ما اتغيرتش يا جون، وبالطريقة دي مش هندم على اللي هعمله فيك. بسرعة كبيرة الهجوم بيتوجه لجون، وشكلها كده نهايته يا صاحبي. جون مصدوم، الاشجار بتلف حوالين رجله، ومش بس كده بتعصر جسمه لدرجة صعبة. الواد بيقول ساعدني يا جن، لكن خلاص انت اللي حكمت على نفسك يا صاحبي، وبطلنا ولا همه اي حاجة. والشجرة بتهجم عليه بكل اغصانها، لكن ده جن يا صاحبي بيفلت من الهجوم بكل سهولة. ومن شروط اللعبة ان لو الاغصان تم صدها قلب الشجرة هيظهر وهيكون عرضة لاي حد. بس الموضوع مش سهل، لا، بيمسك سلاحه وبيقول لها تعالي يلا، والشجرة بتتعصب وبتهجم عليه مرة تانية. جن بيقول الموضوع هيبقى صعب بكل الاغصان دي، فالحل دلوقتي ان ابعد هجماتها عن مكاني. وبالفعل هجمة ورا التانية، والواد عامل شغل عالي، لكن ده مش معناه ان الموضوع سهل يا صاحبي، فرغم كل خبرته هيلاقي انه مش بنفس القوة اللي كان عليها. بس انت مفكر ان الموضوع خلص على كده؟ لا والله، جن بيقرب اكتر من الشجرة دي، بيقول في نفسه ان كلها شوية خطوات وهنهي المدعكة دي. لكن قبل خطواته الاخيرة بيطلع من الشجرة فراشات غريبة. انا عارف الفراشات دي كويس جدا، فلو شميت المسحوق اللي بينزل منها هنام وهيتم قتلي بكل تأكيد. الدنيا بتعك اكتر واكتر، وجين بيحارب لوحده، بيقول ما بدهاش بقى، بينطلق بكل سرعته لقلب الشجرة، وشكله هيعملها ولا ايه؟ في لمح البصر بيخترق قلبها وبينجح فعلا. بتظهر رسالة من النظام بتقول له مبارك يا جن، فانت اول واحد يهزم شجرة الجشع، وعشان كده هيتم تسجيل
انجازاتك في قاعة الشهرة ليوم كامل، لكن لازم تقول اسمك يا صاحبي. جين بيقول دي مكافأة ولا عقاب؟ انا لو اسمي اتشهر ممكن اتعرض لمشاكل اكبر من بقية النقابات، وعشان كده بيقول لي النظام يخلي معلوماته سرية، وبالفعل النظام بيوافق وبيسجله من غير اي معلومات. وفي اللحظة دي بيمد ايده لقلب الشجرة وبيكتسب جوهرة الجرم السماوي، ودي اقوى بكتير من الفواكه اللي بتطلعها الشجرة. جين بيسأل نفسه حتة الجوهر دي هي اللي هتفرق معايا يعني؟ وبالفعل بياكلها، وفجأة جسمه بيشع بطاقة الجرم السماوي. يقول كويس، اما نتحقق من تأثيرات الجرم ده. وبيبص على الشاشة قدامه ومش مصدق عينيه. في ثواني قوته بتنفجر وبتوصل للمستوى الخامس، والرشاقة بتطير للمستوى السادس، والحيوية بتعلى للمستوى السابع، وحتى المنة ما كانتش واقفة واصلة للمستوى الخامس بإجمالي 12 نقطة إحصاء كاملة. يعني حرفيا بطلنا بيتحول لغول بكل معنى الكلمة. وبعد ساعة خبر هزيمة شجرة الجشع بيتم تداولها عبر كل منصات التواصل، والناس مش مصدقة من المجنون اللي قدر يعمل كده. والنظام بيعرض فيديو هزيمة الشجرة من غير ما يعرض وش جن، بينما هو بيراقب تعليقات الناس بيقول ان دي ولا حاجة مقارنة بباقي المستويات، لكن اهم حاجة دلوقتي هي حفظ معلوماتي وعدم مشاركتها لأي حد. وبعد فترة من الوقت ده جين بيبدأ يفكر في الخطوات الجاية، وبيفتح الموبايل يتابع الأخبار وعشان يشوف الدنيا وصلت لفين. وبالفعل الإشاعات بدأت تملى النت، الناس كلها بدأت تتكلم عن البرج، وفي اللحظة اللي ظهر فيها كل الآثار القديمة والمقتنيات التاريخية ورا البرج اتحولت لآثار مقدسة وليها قوة سحرية حقيقية. والمكان الوحيد اللي محتفظ بكل الآثار دي هو المتحف الوطني الكوري، يعني بالعربي كده المتحف ده هيتحول لصندوق كنز حقيقي. بيقول في نفسه انا لازم الحق بسرعة، وده لأن مفيش غير متحف واحد بس اللي محتفظ بكل الآثار دي، وبمعنى تاني هيكون في صيادين كتير هدفهم الوصول للمتحف ده. الواد بياخد بعضه وبيطير للمتحف الوطني بسرعة. بس انت مفكر ان الموضوع هيمشي بالصورة دي يا صاحبي؟ الواد بيكتشف جثة في المكان، ومعنى كده ان في صيادين في المكان ده. بيقول ما توقعتش الاقي الناس بالقسوة دي اللي مجرد اختفاء القوانين في العالم. وفي وسط الفوضى دي كلها جين بيفتكر حاجة مهمة، الخريطة الكبرى للأرض الشرقية. الخريطة دي هي الدليل اللي كل النقابات واللاعبين هيموتوا عليها، بتعرض تواجد أماكن الآثار وبتشرح بالتفصيل أنواع الوحوش في الأماكن دي. جين عارف كويس جدا إن الخريطة الملعونة دي بتدي معلومات لحد الطابق العاشر بس، وده كفيل إنه يشعل النيران في قلوب الناس. الخناق بيقلب مدركة حقيقية جوه المكان، والضرب شغال في كل حتة، لكن واحد بيقف وبيقول لهم يخرسوا حالا، واي حد هيتحرك من غير اذني هقتله فورا. واحد من اللاعبين بيقول له انت مفكر نفسك مين يعني يا عم الحلو؟ لكن وقبل ما يكمل كلام الراجل بيفعل قدرته وشكله خطير فعلا. بيقول لهم الخريطة دي بتاعت لوحدي. بيظهر راجل عجوز وبيقول له اهدى يا عم انت متعصبش نفسك، وده لان الخريطة دي مش بتاعتك يا صاحبي. الراجل بيتعصب وبيقول له انت اللي اخترت بنفسك يا جدي. العجوز بيقول ما بدهاش بقى، وبيولع نار غريبة من طرف صباعه. هو الراجل مصدوم لسه بيستوعب ويلاقي العجوز بينفخ النهر عليه، وفي ثواني معدودة بيتم حرقه بالكامل، وبيتحول لجثة متفحمة بكل معنى الكلمة. وشكله كده هو نفس الشخص اللي اتخلص من الراجل اللي شافه جن. بنرجع تاني وبتظهر بنت بتقول له انا مبسوطة اني في نفس فريقك. العجوز بيرد عليها وبيقول لها هسيبك تحمي ظهري يا انسة يوري. بتقول له مفيش اسهل من كده، وبتمسك تمثال فرعوني قديم وبتقول له انه هو ده كل اللي انا محتاجاه. وفجأة بتطلع طاقة مشؤومة من التمثال وبيبدأ في التحول، وبتكمل كلامها وبتقول لهم ان اي حد هيتحرك هيتم قتله فورا. العيال بتخاف وبترمي سكاكينها على طول، لكن وسط الرعب ده كله صاحبنا جين بيمشي بكل برود ولا كانه شايف المعمعة دي كلها. البت مستغربة لحد ما بيوصل للشنطة اللي فيها الآثار القديمة. بيكملوا بيقول لهم هو انتوا ما عندكمش اي احترام للتاريخ يا جدعان؟ البت بتبص له وبتقول له يا عم حسن الصدف منور يا عم الشجاع، وبتقول للتمثال هاتهولي بقى من قفاه، وفي اقل من ثانية بينقض على جن. لكن انت مفكر ان الموضوع بالسهل كده يا صاحبي؟ لا والله، جن بيصد السيف بتاعه بكل سهولة وحرفيا بيدهش من المكان، وهي البت مش مصدقة نفسها. العيال بتسأل هو ازاي عمل كده بايده من غير اي حاجة. جين بيقول في نفسه طبيعي، فما حدش فيهم عارف احصائيات لحد الان. بيقول لها وبعدين هتعمل ايه دلوقتي؟ البت ملامحها طلبت وبتحاول تلم الدور وبتقول له اديني دقيقة واحدة، وهذا بتدور على شوية تماثيل في شنطتها. طب بذمتك يا شيخة ده كلام اتقال؟ بتطلع 3 تماثيل من الشنطة وبتفعل السحر الاسود بتاعها. بيقول لها فاجأتيني. بتقول له شكلك مش عارف المصيبة اللي انت فيها دلوقتي. الواد ولا همه وقاعد يسوي التماثيل دي. بيقول لها انا كمان مش لوحدي يا صاحبي. بيرمي التميمة اللي معاه وبيمدها بطاقة المعنى الخاصة بيه، والضوء بيملي المكان كله. وفي اللحظة دي بيخرج النمر الأثري من التميمة، وهي البت مش مصدقة نفسها. بتقول ده نمر حاكم الجبال. حرفيا يا جدعان النمر ده عامل هيبة في المكان، ما هو منك يا عم جن. بيقول لهم مجرد ألعاب هتقف قدام حاكم الجبال خلص عليهم فورا. النمر بيهجم ولسه التمثال هيرفع ايده، لكن على مين يلا؟ في جزء من الثانية النمر بيسموه سفرة ببالات
الارض، وبقيه التماثيل بتستعد للهجوم. لكن النمر ما بيضيعش وقت وبينقض عليهم واحد واحد. البت واقفه وسط المدعكه دي ومش قادره حتى تاخد نفسها. النمر بيتوجه ناحيتها. حاله الرعب والدمار مغطيه المكان كله، ومن كتر الرعب البت ركبها ثابت ووقعت على الارض. شايفه جن على انه الشيطان حقيقي بيقف قدامها وهي مش فاهمه اي حاجه. بيقول لها هات اللي معاكي. بتقول له هجيب ايه بالظبط؟ بيقول لها انت مفكرها هكون عايز منك ايه يعني؟ كنا توت عنخ امون يا مغفله. البت حرفيا هتعيط من الغيظ. الواد بيقول هنفضل مع العبطه دي لحد امتى؟ وبحركه من صباعه النمر بيستعد عشان يتخلص منها. بتقول له خلاص هتلاقي كل اللي محتاجه في الشنطه بتاعتي. مكان من الاول يا بنتي، كان لازم المدعكه دي كلها يعني. بياخد القناع والنظام بيهنئه لحصوله على قناع توت عنخ امون. بيقول كويس كده معانا 2 قطع اثريه. البت بتقول له انت مش عايز الخريطه ولا ايه؟ بيقول لها الخريطه؟ طب كويس انك فكرتيني. بيقول لي النمر بتاعه يحرس المكان ده وبيسيبوه وسط الناس وهم مش مستوعبين اي حاجه. بيبدا يتحرك وبيقول في نفسه ان اقوى مهاره في برج المحن مستنياني هناك. بيظهر فجاه جنب العجوز والراجل ما بيبقاش على بعضه خالص، وبيقول ده امتى الواد ظهر جنبي؟ ما تقوليش انه هزم يورا عشان يعرف يجي لحد هنا. جيم بيقول له ان اللي قدامهم ده حاجز بمستوى نجمه واحده. بيرد عليه وبيقول له شكلك عارف معلومات كتير يا ولد. بيكملوا بيقول له ان عمره ما شاف حاجه شبه ده قبل كده. جين بيتجاهل كلامه وبيحاول يخترق الحاجز بنفسه، وبتظهر هاله مشؤومه حواليه. وفي اخر الهاله تظهر له رساله كاربو بيقول له انا لقيت حل تدمير الحاجز اخيرا. العجوز بيستغرب وبيقول له امر يا صاحبي. جين بيعرفوا انه محتاج سحر اللهب بتاعه يفضل شغال من غير ما يفصل ثانيه واحده. بيقول له انا هفضل اعمل كده لحد امتى يعني؟ بيرد جين وبيقول له لحد ما اروح اجيب الاثار المهمه وارجع. معنى كده انك عايز تخش وتعيش جوه وانا افضل استهلك في السحر بتاعي مش كده؟ جين بيقول له انا عارف انك مش واثق فيا، لكن دي هي الطريقه الوحيده لجمع الاثار اللي جوه. بيكملوا بيعرفوا انه هيديله الخريطه فهو مش محتاجها اصلا. والعجوز بيفكر في كلام جين بيقول له وعدني انك هتديني الخريطه الاول. وبالفعل بيوعده بكده وما بيبقاش قدام العجوز غير انه يثق فيه. بيقول له خلصانه يا عم جين. وبالفعل بيجمع طاقته وبتبدا هاله النار تتدفق في كل مكان. وفي ثانيه واحده بيهجم على الحاجز بنار مشتعله. جين بيستغل الفرصه بيخترق الحاجز، والعجوز بيواجه صعوبه في اضعاف الحاجز. بيقول له انجز يا صاحبي. جين بيقول له ما تهجم يا جدي كده، وبيعرف انه مش هيأخر عليه. وبيلاحظ ان مفيش حد وصل للمكان ده باستثناء السيف هو الوحيد اللي اتسرق. بيفعل قدرته عشان يكتشف كل حاجه حصلت هنا، وبيلاحظ وجود راجل بهاله مرعبه وهو ده نفس الشخص اللي سرق السيف. وافتكر الراجل ده كويس جدا يا جدعان عشان هنرجع له في اخر القصه. جين بيقول ان المهم دلوقتي ان الاقي الحاجه اللي بدور عليها، وانا متاكد ان محدش يعرف عنها غيري. وبالفعل بيلاقيها، ودي سلسله هتقدر تفعل له مهاره قويه جدا. كل اللي انا محتاجه حاليا هي المواد دي، وبكده هقدر اتفوق على اي حد من خلال دمج الاثارين دول مع بعض. بتبدا طاقه ذهبيه تشاع في المكان كله. بيقول لنفسه هو ده الوقت المناسب عشان استخدم سلسله القطع الذهبيه. بيرفع السلسله اللي لسه جايبها وبيرمي كل العملات اللي فيها، وتوهج الطاقه بيزيد لدرجه يهمي العين. والنظام بيقول له مبروك يا جن، نجحت في دمج الاثار وكسبت بقايا عيني الحقيقه، ودي مش مهاره عاديه يا صاحبي، فمن خلالها هيقدر يكشف مستوى اي حد واذا كان الشخص ده كذاب ولا صادق. لكن ما يقدرش يستخدمها غير 3 مرات بس في اليوم. فوق كل ده بيكتسب مهاره تانية اسمها ذاكره العالم، ودي هتقدر تخليه ينسخ اي مهاره، بل وكمان يدمج المهارات عشان ينشئ مهاره اقوى بكتير. يعني بالعربي كده جين بقى معاه مفتاح سرقه ودمج اي مهاره مستواها اقل منه. نرجع بقى لارض الواقع مع العجوز اللي بيموت ده. النار والشرار مغطيين المكان والراجل جايب اخره. بيقول له ما تنجز يا عم جين، فانا مش هقدر افضل بالوضع ده. بيقول له خلصانه يا جدي، وبيبدا يفعل مهارته عشان يستنسخ قدرته. لكن النظام بيقول له شرط النسخ انك تخليه يتضايق منك. جين بيقول له ياه بس كده، والحاجز مولع نار والعجوز جايب اخره. لكن جين بيلف ظهره بكل برود وبيقول له تقدر توقف دلوقتي. الراجل ملامحه اتقلبت ومش مستوعب كلامه. جين بيقطع تفكيره وبيعرف ان كل ده ما كانش ليه لازمه اصلا. العجوز بيقول له ليه طلبت مني اعمل كده؟ جين بيعرف انه ما ينفعش 2 يدخلوا للحاجز ده، وعشان كده فانا استغلتك كتمويه عشان ما تخليش اي حد يخش غيري. يعني جين استغله عشان يدفع عيون اي حد يفكر يخش. بيتجاهل كل حاجه وبيروح للخريطه اللي العجوز محتاجها. بيقول في نفسه انا عارف كل جزء من اللعبه دي، الخريطه دي بتلزمنيش بربع جنيه. وفجاه بيبص للعجوز ويطلع الولاعه من جيبه. العجوز مش مستوعب الواد ده ناوي على ايه. بيلاقي جن ولا همه بكل برود بيولع على الخريطه كلها، وفي ثانيه واحده كل حاجه بتتقلب والولا شكله هيقلب مدعكه. العجوز خلاص عرق وفرزت وجاب اخره، والشرط بتاع النسخ اتقفل يا صاحبي. النظام بيعرض احصائياته الجديده بيقول له مبروك يا صاحبي، كسبت مهاره التحكم في النيران الملتهبه. والعجوز شايط نار وولعت في ايده بجد. بيقول له انا هندمك على كل اللي عملته. جين بيضحك له وبيقول له ما اعتقدش انك فاهم انا عملت ايه دلوقتي. وقبل ما العجوز يستوعب الواد ده ناوي على ايه، بيفعل مهاره اللهب اللي سرقها قدامه. العجوز مش مصدق عينيه، دي
بنفس المهاره بتاعتي، ومش بس كده ومهارته اقوى باضعاف من مهارتي دي. بيقول له انت ازاي عملت كده؟ جين بيقول له لو عايز تتفوق في البرج ده فلازم تسمعني كويس. ما بنعرفش بيقول له ايه، لكن في اخر كلامه بيعرف انه هيكلمه في مره تانية، وفي الوقت ده فانت والبت اللي معاك محتاجين تزيدوا المستوى بتاعكم. بيقول في نفسه ان بالطريقه دي هيقدر يتحكم فيهم بكل سهوله، وبالشكل ده ما تبقاش حد من اللي دخلوا المتحف غير 3 بس، ومستواه بيزيد بشكل كبير جدا. لكن رغم كل ده فانا لازم احدد اولوياتي واجمع مهارات اكتر. بس شكل كده بطلنا نسي انه ياكل. بننتقل للمطعم وبنشوف الاخبار ماليه المكان، وكلها عن حالة الوفاة اللي حصلت في المتحف الكوري ده، طبعا غير المصابين، واحتمال كبير الكوارث دي تتكرر بشكل كبير في الفترة الجاية. بيقول في نفسه شكل كده كل اللاعبين من الدورة التانية بدأت تتحرك، لكن الشاشة بتظهر من جديد والكاميرات بتجيب جن بمهاراته الكبيرة، والاهم من ده كله ان نظام اللعب مغطي على ملامحه، وده عشان ما حدش يعرفه. لكن رغم كل ده ففي واحد من اللي قاعدين بيتعرف عليه من اللبس بتاعه. بيقول هو مش ده نفس الشخص اللي هزم شجرة الجشع؟ جن بيقول ان لازم يلاقي طريقة احسن من كده عشان يخفي نفسه، والشاشة بتفتح وبتعرض رئيس جمعية الصحوة، ودي منظمة تم إنشاؤها حديثا لردع أي حد يخترق القوانين. بيقول لهم إنه محتاج يضم ناس لمنظمته، وهيكون ليها رتب، وكل رتبة هيكون ليها مرتب خاص، لكن بكل تأكيد هيتم استبعاد الشخص اللي ظهر في الفيديو باستثناء حاجة واحدة. لو قبلت وانضميت لينا فاحنا هندعمك على مستوى حكومات العالم. فيا ترى يا هل ترى بطلنا جن هينضم ليهم ولا عنده حاجة أكبر من كده مستنيانا؟ بيقول في نفسه مستحيل انضم لحثالة زي دول. عقرب الساعة بيضرب، وده معناه ان ابواب برج المحاكمات هتفتح خلاص. بيمر الوقت وكل اللاعبين بيدخلوا للبرج، الاعداد مرعبة والكل بيتجمع عند المدخل المائي السحري، واللعبة بتبعت لهم رسالة وبتكافئهم لدخولهم للبرج. كل واحد فيكم هياخد 100 عملة، لكن لو رفعت فيديو ليك هتاخد على كل 1000 مشاهدة 100 عملة، والعملات دي هيقدروا يصرفوها داخل البرج. والموضوع قلب بيزنس حقيقي يا جدعان، لكن الموضوع مش سهل لا. فعشان تاخد فلوسك يا صاحبي فانت محتاج تتخطى المستوى اللي انت فيه، ولو حصل واكتشفنا اي تلاعب بعدد المشاهدات فهيحصل عقوبات كبيرة جدا. ورغم كل المعمعة اللي حصلت في المكان ده، جن ولا همه بيقول ان عنده طرق الخاصة لكسب العملات دي. بيكملوا بيقول الناس دي داخلة عمياني مفكرين انها لعبة، فجن عارف ان اللي جاي سواد. بيقول في نفسه هتكون خسارة كبيرة ليهم، وبيقف لبوابة احدى المتاهات وبيفتكر ايام ما دخلها في اللعبة. فبعد ما وصل لمستوى كبير اكتشف انه ما يقدرش يعديها، والمشكلة كانت ان شخصيته اصلا ما كانتش مناسبة. وبعد تفكير طويل بيحذف شخصيته وبيعيد كل حاجة من الاول. بنرجع لبطلنا مرة تانية وهو مستاء من وضعه ده، فكده هتبقى دي المرة الثالثة اللي هيمر بيها بنفس المرحلة دي، لكنه بيقول هو ده السبيل الوحيد ليا، وبيفتح البوابة خلاص. بيتفرج على المكان وبيفتكر حنين الماضي، وفي الوقت ده بنلاقي مجموعة من الناس بتراقب جن. بيقولوا الراجل ده وراه حاجة أكيد، والبنت بتقرر يروحوا وراه. واحد بيقول لها أنت عايزانا نخش مكان مش عارفين مستواه؟ بتقول إن لو في بوابة ملهاش مفتاح ودخلها حد من المستوى الأول فده معناه إننا نقدر ندخلها إحنا كمان. بترد واحدة من المجموعة لو كان هيرضى يشاركهم العناصر بسهولة، فكل اللي علينا إن إحنا نتخلص منه. وهو بيقول ان كل حاجه لسه زي ما هي، الاجواء والفراشات، وحتى انتوا مين بالظبط؟ البت بتضحك له وبتقول له انا كنت بدور على الارض للصيد ولقيت المتاهه مفتوحه فدخلت قبل ما الباب يقفل. ايه رايك لو ننهي المتاهه دي مع بعض؟ جين ما بياكلش معاه الكلام ده، الواد ما بيضيعش وقته وبيفعل مهارته فورا، وبيكتشف كذبتها وحواراتها. النظام بيفرش له كل معلوماتها وبيوضح له انها بتمتلك مهاره سيكولوجيه خطيره وبتخلي ان اي حد يثق فيها. وعشان جين يلتش المهاره دي لازم يتعاون معاها لمدة 240 ساعة كاملة، وبعدها ينفردوا مع بعض في مكان لوحدهم. بيقرر يكمل معاهم في لعبتهم، والواد بيعرفه بنفسه وبيقول له انا اسمي سك، وكنت بلعب اللعبة دي لكن اعتزلت بعد ما نهيت الطابق الاول. والبنت بتقول له ان اسمها لي وهي كمان نفس الموضوع، والتانية اسمها مينا بس دي بالذات اعتزلت بعد ما وصلت للطابق الثالث. ابو شعر اصفر بيقول له انا شيون وعمري ما لعبت اللعبة دي. ابو نضارة بيقول له انا كوانج ودي برضه المرة الاولى ليا. جين بيضحك لهم بيقول لهم انا اسمي جن، وبيقول في نفسه انا كده كده هتخلص منهم فمش هضطر احفظ الاسماء دي كلها. والبت بتقرب منه وبتقول له هو انت طلعت لاي طابق في اللعبه؟ وطبعا بتفعل مهارتها عشان يثق فيها ويجاوبها، بس الموضوع ما بيمشيش عليه وبيقول لها ان ده مش هيفرق في حاجه. البت بتستغرب وبتقول المفروض انه يتاثر ويجاوب، فبتلم الموضوع وبتقول له يعرفهم عن انواع الوحوش اللي هنا. بيقول لو على كده فما فيش مشكله، وبيعرفوا من المتاهه دي بتغير نفسها خلال اوقات معينه. بالعربي كده اللي ما خدش تجربه المتاهه دي اكتر من مره فمن سابق المستحيلات انه يطلع منها. وقبل ما يكمل
بيكمل كلامه المتاهه بتبدا تتغير فعلا. البت لسه هتتكلم وتلاقي الحجر اللي نازل عليها بتحاول تفلت بسرعه، وبالفعل بينجحوا. العيال مش مصدقين صعوبه المرحله دي. بيقول لهم يا شباب هي دي اول مره تتعاملوا مع متاهه زي دي؟ بتقول له انها متاهه خطيره جدا على اي حد من المستوى الاول، وبتسال زميلتها لو هتقدر تساعدهم بالمهاره بتاعتها. بتعرفها ان المهاره الخاصه بيها اتلغت لما المتاهه غيرت نفسها. البت اتصدمت. جيم بيقول وانا اللي بسال نفسي هم جايبين الثقه دي كلها منين؟ هتلاقيهم معتمدين على مهاره واحده ملهاش لازمه. واكيد في الوقت ده البت هتظهر شخصيتها الحقيقيه، وبالفعل زي ما توقع البت بتقول له استنى عندك، ليه ما قلتلناش على حاجه زي دي من بدري؟ ليه استنيت لحد ما المتاهه حبستنا كلنا؟ والعيال ما بتاثرش وبيقولوا ان عندها حق، فبسببك كلنا كنا هنموت. بيقول لهم وهو انا طلبت منكم تيجوا ورايا؟ البت بتستغرب لكنه بيقطعها وبيقول لها محدش اجبرك تيجي ورايا. العيال بتفعل مهارتهم وشكلهم مش ناويين على خير. ابو شعر اصفر بيقول له انت مش جاي معايا سكه من ساعه ما شفتك. وقبل ما يكمل كلامه يلاقي اللي جايب اجله. بيظهر مانيتور ضخم في المكان. العيال مصدومه بيستعدوا للهجوم عليه. المانيتور ما بيسيب لهمش اي فرصه بينقض عليهم فورا. البت عارفه ان ما لهمش امل خلاص، لكن وقبل ما يستوعبوا اي حاجه جين بينقض عليهم بسرعه كبيره. هو محدش مستوعب حاجه. المانيتور بيستعد خلاص، لكن ده في احلامك يا صاحبي. الواد بيفلت من الهجوم بسرعه مهوله. بيقول انت بقى اللي عامل القلبان ده كله. بينزل على قرونه وبيدفع نفسه لبعيد. بيقول هي دي الطريقه المناسبه للتعامل مع الوحوش الاقوى منك، وهي ان في كل مره يفلت من الهجوم بيتم ضعف الوحش بنسبه معينه. هجمه ورا الثانيه والواد مفعل وضع الجماد هنا وبيفلت منهم كلهم. المانيتور جاب اخره خلاص، لكن جين بيخمس يمين وشمال ومحدش عارف يوقفه. الواد بيقول احنا ازاي كنا بنفكر نعادي واحد زي ده، والبت بتحمد ربنا انها ما هاجمتوش لحد الان. لكن بصراحه المانيتور بيتعصب وجين بيقول له بطيء جدا. المانيتور بيجيب اخره منه، بيوجه سلاحه بسرعه مجنونه خلاص هيجيبه، وفي ثانيه الواد بيفلت منه. هوبا الواد ده عجيب يا جدعان. لكن رغم كل ده فبطلنا اتجرح، ما بيلحقش يفكر ويلاقي هجوم تاني، والعيال بتفقد الامل فيه. والبت بتحاول تهرب لكنها بتسمع جين وراها بيقول لها رايحه فين، وهي البت مش مصدقه نفسها. المانيتور خلاص جايب اخره. بيقول لهم تعالوا خدوا شويه خبره عليه. ما بيلحقوش يستوعبوا. المانيتور بيهجم بسلاحه، وشكلها كده النهايه يا صاحبي. صحابها مش مستوعبين المنظر ده، فهجوم المانيتور قضى على المكان كله. الواد مصدوم بيقول له لو مش هتساعدني فتجنب الهجوم على الاقل. ولا انت شايف ايه يا عم العجل؟ المانيتور خلاص هيتجنن، وجين بياخد له في سنانه وبيطلع يجري. بيقول لهم باي باي حلوين، وبما انه مش شايف قدامهم بسبب المهزله اللي حصلت فبيعود الهجوم بشكل اكبر. لكن في اخر ثانيه المتاهه بتغير مكانهم وبتفصلهم عن بعض، والبت مش مستوعبه انها نجت من هجومه، والعيال بيحمدوا ربنا على نجاتهم. واما جين فبيقول ان الفراشات دي اكيد هي اللي بتقتل الوحوش، والبت بتقول انت عملت كده ليه؟ بيقول لها عملت ايه يعني؟ بيكمل وبيعرفها ان في كل مره المتاهه بتغير مكانها بيستريح، بعدها يعيد يحارب الوحوش عشان يزود مستواه. بتقول له احنا هنفضل كده لحد امتى؟ بيقول لهم مش كتير خالص، شهر واحد بس. العيال من الصدمه مش قادرين ينطقوا، لكن بيستوعبوا ان الوحيد اللي هيقدر ينقذهم. اي نعم انا اللي هجذب الوحوش ليا، لكن من ناحيه ثانيه فانا الوحيد اللي هقدر اساعدكم. بتقول له ده من الموضوع كده خلاص هنمشي معاك. بيقول لهم انتم مفكرين اساعدكم بالمجاني ولا ايه؟ لا يا قلبي، فانتوا كلكم هتطلعوا كل عملاتكم ليا. ما بقتش عارف يا جدعان الواد ده شغال حرامي ولا ايه؟ المهم بنكمل وبننتقل لاحد الصيادين لمواجهه غيلان كتير، والواد عامل شغل فاخر من الاخر. بعد هزيمته للغيلان دي بيرفع الفيديو على منصه النظام وبياخد اكتر من 1,000,000 مشاهده. الواد مش مصدق نفسه، بيقول خلاص هطلع من قوقعه الفقر اخيرا. وفريق الواد ده بيقولوا حلو قوي، وبالطريقه دي هنجمع حوالي 1000 عمله من المشاهدات بس. بيقول لهم شكرا يا شباب، فما كنتش هنجح الا بوجودكم معايا. الواد بيقول ان هم مفكرين انك هزمتهم لوحدك وما يعرفوش ان انا ساعدناك من ورا الكواليس. وقبل ما يخلصوا احتفالاتهم بيلاحظوا حاجه غريبه، صدور احدى الفيديوهات بشكل كبير، وده بسبب صقل السلاح 10 مرات. العيال مش مصدقه، وده لان فرصه نجاح صقل اي سلاح في كل مره ضعيفه جدا. وكنا بقى من المعمعه دي كلها ونرجع لجين. بيقول لهم انتوا هتجمعوا شويه حاجات عشان نعرف نعيش هنا. بعد ما بيعرفوا ما هيجمعوا ايه بيمشوا لكنهم متضايقين جدا. بيقول حلو الكلام، نفتح بقى النظام ونشوف الكلام على ايه. بيلاقي شويه عناصر كويسه جدا، لكن كل عنصر بعدد عملات معينه. جين بيوافق يشتريهم كلهم. الواد بيفرح وبيقرر يدمج العناصر مع بعض، وهي الطاقه بتطلع في كل مكان، وبينجح الدمج باكتسابه لعجله الحظ، ودي بتزيد حظه لاقصى حد لمده 10 دقايق بس، وما يقدرش يستخدمها غير مره واحده. الواد بيفرح وبيستدعي سلاحه فورا، وبيفعل مهاره عجله الحظ، والدنيا شكلها هتشعل يا صاحبي. بيستدعي لفائف اليانصيب وبيطيرها بسرعه جنونيه، فهو ده الوقت المناسب للتطوير. بيستخدمهم كلهم على الخنجر بتاعه، وكم كبير من رسائل النظام بتهنئه بالنجاح عمليات التطوير. الواد بقى نينجا رسمي، والنظام بيكافئه ب 5000 عمله ذهبيه، وده لان
اول واحد يوصل للمستوى ده من الثقل بيجرب خنجره وشكلها ولع معاه، بيقول هو ده الوقت المناسب. لكن وبعد 10 ايام العيال ما بتستحملش، سقعانين وكل اللي بيدا فيهم حته نار صغيره جدا، وكل اللي بياكلوه شويه طحالب معفنه. بنت بتلاحظ ان بطلنا نايم وبتفتكر الدور اللي كل شويه يظهر، ده غير طبعا تغيير المغاره باستمرار. وجن واخد كل المكافآت لنفسه، وبتكون فاتحه بث مباشر مع النقابه بتاعتها، والناس بتقول لها يتخلصوا من جن احسن، والرسائل بتزيد والبت مش عارفه تعمل ايه. بتبدا تفكر في اللي هتعمله دلوقتي، بتقول لنفسها مش هستحمل افضل 3 اسابيع على الحال ده. والواد بيسالها هيعملوا ايه دلوقتي، بتقول له مش عارفه، لكن لو قتلنا المغفل ده وفضلنا هنا فرئيس النقابه هيجي وينقذنا. لكن المشكله ان احنا ازاي هنقتله. بيقول لها سيبي لي الموضوع ده، ما بيضيعش وقته وبيهجم عليه، والواد نايم ومش دارب اي حاجه. لكن وقبل ما ينزل عليه بالحجر البت بتوقفه، بتقول له انه سريع جدا وما نعرفش ممكن يحصل ايه. بيقول لها طب اتحفينا بحل تاني لو عندك. بتطلع له حاجه من شنطتها، بتقول له دي ابره مسمومه وخطيره جدا، وبالطريقه دي هنقدر نتاكد انه مات. وحرفيا البت شكلها بيقلب. وبعد فترة من الوقت ده جن بيصحى وبيكون مستاء جدا من الاكل اللي كل شوية ياكله. ما طبيعي يا عم جن، وفي حد يخش مغارة شهر كامل من غير ما يجهز نفسه؟ بيقول لها تجيب له شوية فطر كمان، والبت ما بتوصيش، وبتستغرب جدا انهم عمالين ياكلوا البتاع ده. واول ما جن بياكل العيال بتفرح وبتقول ان نجحنا اخيرا. لكن وقبل ما يكملوا الواد بيتخنق، بيقول لها شوفي لي حل بسرعة مش قادر استحمل. ما بيكملش كلامه وتلاقي جسمه بياكل فيه. جن بيقول لها تبقى مغفلة لو فكرتني هاكل حاجة منكم. بتقول له انت عرفت ازاي؟ بيقول لها اللي كل واحد اسراره حلوه، ولو ما تعرفيش فالبثوث المباشره واشترط انها تكون في حاله مهمه، لكن انك تكلمي اعضاء فرقتك فيها فدي مخالفه كبيره. البت بتتعصب لكنه بيبلغ النظام عنها فورا، وبالفعل بيكتشف انها غشت وبيبدا ينفذ عقابه عليها. البت مش مستوعبه اي حاجه، بتبص وراها على شاشه النظام وبتلاقي كل اعضاء النقابه بيتم حظرهم فورا. لسه بتستوعب وتلاقي صوت جاي من وراها، المانيتور راجع من جديد، وفي ثانيه بينقض عليهم بسرعه مجنونه. بتقول له انت هتحارب المره دي كمان مش كده؟ بيقول لها طبعا هم قال. ولانه قضى معاها 240 ساعه وبقى معاها لوحدهم، فهو كده حقق شرط نسخ مهارتها واكتسبها بالفعل. النظام بيبدا يكافئه طاقه المهاره في كل مكان. بيقول لها واحده زيك ما تستحقش تعيش. بتقول له ما تمشيش، فجد مسؤول كبير وهيجيبك. وقبل ما تكمل المانيتور بيهجم عليهم، لكن جن بيفرد من هجومه، بيفعل مهارته بيستدعي خنجره بسرعه، بينقض عليه بسرعه جنونيه، والبت مش مستوعبه اللي شايفاه. وفي لحظه البصر بيستهدف رقبته. المانيتور اتعصب خلاص، بيوجه ضربه على جن، لكن ده بيفلت منها. بيقول مش كفايه، لا بيجري باقصى سرعه عليه، لكن ورغم سرعه المانيتور مش سايبه في حاله. جن بيراوغ، بيقول الوضع كده صعب جدا، وبسرعه بيهاجموا بعنصر النار، بس المانيتور مش شايف قدامه وبيتعصب جدا، بيلف جسمه بسرعه ورجله بتسيب، وشكله كده جايب اخره. جن بيستغرب، فهو عارف انه اقوى من كده بكتير، هو عارف ان في حاجه فبيستعد للهجوم. بيقول له مش هنخلص بقى؟ المانيتور خلاص عينه بتلمع، وبيفعل اقوى حاجه عنده والدنيا بتتكسر حواليه لدرجه ان عضلاته بتنفجر من مكانها. جن مصدوم، والبت ميتة على نفسها من الرعب. المانيتور اتكلم حرفيا وقال له تعالى، بيقول له مش هخليك تفلت مني المره دي، لكن ده هيأثر على جن. الواد مولع بالحماس، بس خلاص يا صاحبي المانيتور جايب اخره وخلاص انقض عليه. جن بيحاول، لكن الموضوع صعب جدا، بيبعد فورا، لسه بياخد نفسه ويلاقي هجوم تاني. المانيتور مش سايبه، هجوم ورا هجوم، والواد خلاص بيصدم من كل اتجاه، والبت هتشخ على نفسها من اللي شايفاه. بتقول ده انا مش عارفه اشوف تحركاتهم، وفي ثانيه المانيتور بيقول له هجيبك دلوقتي، لكن ده جن يا روح امك. حرفيا المغاره بتقلب خرابه، والمكان مشتعل والدنيا مولعه نار من كل مكان. المانيتور مستغرب، لكن وبصراحه جن بيقلب الترابيزه وبينقض عليه، وفي لحظه اقل من الثانيه بيوجه حد ضربات خطيره جدا، وباين انه نجح ولا ايه. الخنجر مولع من كم الطاقه اللي خرجها، لكن مع كل ده المانيتور قال له خلاص قفشتك، وفي الاخر انت مش اكتر من بشري حقير ونهايتك على ايدي. لكن في اخر ثانيه الهجوم بيقف، فخلاص كده يا صاحبي جسمه جاب اخره وقال له كفايه كده يا حلو. المانيتور مش عارف يتحرك. ففي عالم الوحوش لما وحش بيدخل في حاله هيجان بعد فتره قوته كلها بتروح. جن بيفتح النظام وبيلاقي ان لسه متبقي 20 يوم. البت بتقول له انت خلصت ولا ايه؟ بيقول لها المانيتور مش عارف يتحرك ليوم كامل، لكن ما تقلقيش في لسه في 19 يوم وهنتدرب فيهم عليه، وبننتقل بعد 20 يوم من دلوقتي. والمانيتور بيعود الهجوم عليه من جديد. بس خلاص يا صاحبي جن فهم اللعبه، المانيتور لسه هيهجم ويلاقي نفسه واخد ضربه في نافوخه، لكن جن ما بيكتفيش بكده، بينط عليه وبيقول له ها يا حلو سامحني بقى بس هضطر اسيبك. واما دلوقتي فانا هوظف متدرب لشركه اللاعبين المتدربين. بيقول لها مالك مش على بعضك يعني؟ بتقول له ابدا ابدا انا مهتم وعايز اشتغل في الشركه دي. بيقول لها حلو عرفيني بقى تقدري تقدمي ايه ليا؟ بتقول له الافكار طبعا، وبفضل مهاراتي فانا هقدر افيد الشركه طبعا. بيقول لها وايه تاني؟ بيتوجه لها وبيقول لها هو ده
كل اللي عندك؟ كان عندي حق لما قلت انك ما تستحقيش تعيشي. بتقول له اديني فرصه اخيره. بيقول لها وده على اساس ان ما عملتش كده. وبسرعه بتعرض على خاتم برهام. بتكمل وبتقول له اخويا هيوفر لي الخاتم ده قريب. وبتبدا تعيط. بيستغرب وبيفكر في كلامها. فخاتم برهام هو من افضل عناصر الطابق الاول. بيفعل مهاره عينه وبيلاقيها ما بتكدبش. بيقول لها الف مبروك، اتقابلت كمتدربه في شركه اللاعبين المحترفين. قوانين الشركه هي ان وقت ما اناديلك تيجي على طول هنا، والاهم دلوقتي انك هتتعاقدي معايا. البت لسه بتفكر في كلامه وتلاقيه مفعل ملازم العقد من خلال دمج مهارتين النار والافكار. بيقول هي دي. البت خافت. بيقول لها ما تفتكرش ان الموضوع هيبقى بالسهوله دي، وبيختمها بمهاره الدمج. بننتقل لخارج البوابه بعد ما خلصوا من المهمه، وبناء على انجازهم للمهمه النظام بيكافئهم ب 5000 عمله لكل واحد. جين بيقول كلام جميل، يلا هات فلوسك يا حلوه. وبالفعل بياخد كل فلوسها. الواد ده حرام يا جدعان صدقوني. بيكمل وبيقول لها معاك 3 ايام وتجيبي لي الخاتم. بتقول له بس ده قليل قوي. بيقول لها معاك يومين. البنت مش مستوعبه المصيبه اللي حلت عليها. وبنفهم ان البلد رتبت رتب من الاضعاف الاقوى، بمعنى تاني ما تقدرش تطلع لبرج المحن الا لما تخوض اختبار، والاختبار ده هو اللي هيحدد رتبتك، وبناء عليه هيتحدد كام من الطوابق اللي هتقدر تطلعها. جين بيقرر يضم ناس تانية لنقابته، وبالفعل بيضم احد الاشخاص والذي يدعى تاي ويلقب بالنحله، والتانية تدعى لين وتلقب بالقبضه المدمره. جين مش اول مره يتعامل معاهم، فقبل اندلاع البرج كان متحالف معاهم في لعبه برج المحن. بنتعرف على تاي واللي بنعرف انه من المستوى ال11، واما لين فهي من المستوى ال12. بيتبسط وبيقول حلو الكلام. تاي بيقول له ما عرفتناش عليك يا عم الناس. بيقول له انا جن والقب بيون جابون. صدقوني يا جدعان مش عارف ايه الاسم الغريب ده. وبعد ما بيخلصوا بينتقلوا بالعربيه، والواد بيقول له ان في الشهر اللي غاب فيه كتير من الناس زادت مستوياتهم. البت بتكمل وبتقول له عشان تخش برج المحن لازم تاخد الاختبار وتاخد رمز توثيق زي ده. جيم بيقول ان اكيد اللي ورا القوانين دي هو رئيس جمعيه الاستيقاظ الكوريه، اذا انا هستغل النظام لمصلحتي. بعدها بننتقل لكيم من نقابه دير القتال. بيلاقي المكان مزدحم جدا وبيتعصب بيقول لهم يبعدوا عن طريقه. وبالمناسبه فهو من نفس النقابه اللي فيها البنت اللي كانت مع بطلنا، وكذلك اخوها معاها. وبالفعل الحراس بيبعدوا الناس. بيقول له انت ما بتسمعش ولا ايه؟ جيم بيقول انا ليه هسمع كلامك يعني؟ لو ما رجعتش دلوقتي هندمك على اليوم ده. جين بيقول ما بدهاش وبيفعل مهارة عين الحقيقه، وبيكتشف انه من المستوى الثامن، وعشان ياخد مهارته فانا لازم اخليه يكرهني. البت بتقول له ابعد بسرعه، لكن خلاص بيمسك صباعه وبيكسر هوله. الواد مش قادر، بيشتمه وبيهجم عليه بسرعه. جين بيقول له العب بعيد يلا، وبيحدف الميه في وشه، وفي ثانيه بيشقلبه. هوبا حلو ده باين له هيقلب مدعكه ولا ايه؟ كان بيقول له وقف حالا. جين بيحاول يقرا معلوماته لكن النظام بيحذره، فنتيجه لفارق المستوى بينهم ما يقدرش يقرا معلوماته. بيقول له هو اي نعم مزعج لكنه مفيد. جين بيقول له ما تقول انه مفيد عشان بيجيب لكم الفطر الكوري. الراجل بيقول له انت عرفت ازاي؟ بيقول له هو ده سؤال يتسال لصاحبي؟ يسال اسئله مهمه زي ازاي تعالج الاثار الجانبيه للفطر ده. بيقول له كلام جميل، وبيفعل حاجه سحر عليهم. انت عايز 10 دهاليز مقابل المعلومات اللي هتقدمها. جين بيقول له بالظبط كده، وعشان تتاكد من كلامي فانت لازم تجيب 3 عناصر: مستخلص الكارثيان وحجر القمر، واندرهم هو جذر اليابروح. ولان جامد فانا عارف انك ما تعرفش مكانه. الراجل مستغرب من معلوماته، بيسال من انجيل خبير ده، لكن رغم كل ده ف10 دهاليز كتير جدا. رغم ان معلوماتك صح لكن لو عرفت انك كذاب فانا هتخلص منك بنفسي. بس جن بيفاجئه، بيقول له اياك تهددني مره تانية والا هتعامل معاك. بالنسبه لبره الحاجز فالدنيا مندشمله، تاي ولين عاملين الواجب والزياده. البت بتقول لهم يرجعوا. بعدها جن بيخلص حواره مع كيم، بيساله لو كان كويس، واتضح انهم عملوا كل البلبله دي عشان بطلنا. بيقول لهم ما تقلقوش. في الوقت ده الواد بيقول له انت هتسيبه يمشي بالبساطه دي؟ انا هتخلص عليه بنفسي. وفجاه بيلاقي اللي ماسكه من رقبته، بيقول له اياك تتعامل معاه. بيقول له حاضر، وبيسيبه وبيمشي. الواد جاب اخره بكل معنى الكلمه، وبسبب انه كره جن فشرط نسخ المهاره بيتفعل. وبعدها بيقرر ياخد اختبار البرج. بيلاقي ان هنا من الرتب العليا. بيقول في نفسه هي اكلت من الفتر الكوري قبل الاختبار ولا ايه؟ بيتوجه للاختبار وشروطه كالاتي: قدامك 3 احجار سحريه بمستويات مختلفه، اختار الحجر اللي يريحك واضربه باي مهاره من سلاحك. بيطلع خنجره وبيقول له خلص يا صاحبي، وبيتوجه لاكبر حجر. الواد لسه بيقول له الحجر الصغير اهو، وبيلاقي جن مفعل طاقته وبيوجه هجوم كبير، وفي ثانيه واحده بيقسم الحجر نصين. الواد عينه بتلمع حرفيا، فالطبيعي ان الاحجار دي بتتحمل اي هجوم. النظام بيقول له مبروك يا نجم، كسبت اعلى رتبه. الراجل بيقول له استنى ابلغ القاده. جيم بيقول له اياك تبلغ حد الا بعد اسبوع، ولو اكتشفت انك عملت غير كده فما تلومش غير نفسك يا صاحبي. وبعدها هنا بتوصل اخيرا وفي ايدها الامانه. بتقول له ده الخاتم اللي اتفقنا عليه يا جن، والخاتم ده مش اي كلام يا صاحبي. فده بيرفع قوه مستخدمه وبيخسف بقوه الوحوش الارض بنسبه 20%. بيقول لها مش قلت لك تقدر تجيبيه في يومين؟ البت جابت اخرها
مره وقالت له انا خلصت المطلوب، شيل بقى البتاع اللي على وشي ده. لكن جن بيقول لها ان افعالك هي اللي تحدد يا قطه. جن بيركب وهو بيحسبها في دماغه ان اول اختبار بيتهز بالقوه السحريه، عشان ننهي الاختبار ده لازم نخلص طابق من البرج. ويلاقي ان الناس داخله على اكل عيشها فكله بيختار اسهل حاجه. بس ده جن يا صاحبي بيقرر يروح للطابق السفلي من البرج، المكان المهجور اللي محدش في البشريه كله يقدر يخلصه. الوقت بيمر وبيوصل لانقاض الجبال جوه البرج، بس بتقابله مشكله، فجن لسه في الرتبه اف، يعني مش هيعرف يخش المكان ده لوحده، وعشان كده بيشغل دماغه وبيقرر يسجل في الغاره كحامل حقائب شيال يعني. وبتبدا الغاره المرعبه، غاره من الرتبه اس، وشرطها ان هم يهزموا الزعيم ويرجعوا العرش. بالنسبه للمكافاه فهتاخد اداه مقدسه من اختيارك. بيوصلوا اخيرا للمكان، واول ما الفريق بيقعد يرتاح جن بيجي له مكافاه لانه اول واحد يخش للغاره دي. النظام بيمس عليه ب10 نقاط في الحظ والتكيف، وفوقيهم مهارتين جداد يطيروا العقل. المهاره الاولى وهي القلب البارد، ودي بتخليه زي لوح التلج اللي ما بيتوترش في المعارك. واما المهاره الثانيه فدي مهاره الاحتكار، ودي بتخليه يلطش افضل مكافاه من وسط كل المكافآت اللي هتظهر. بيفكر بيقول ان الواحد عشان يختار فدي حاجه كويسه جدا، بس بالمهاره دي انا ما بقتش محتاج اختار اصلا، السيستم هيديني الطب على طول. وبيقطع تفكيره ظهور بوابه استدعاء، ودي مخصصه لقوات هجوم نقابه بالهاي. القائد بيقف بكل غطرسه وبيقول لهم يتحركوا حالا. وبالنسبه للشخص اللي اسمه داي هيخلص مصلحه ويحصلنا مع الفريق. جيم بيحس ان في حوار وبيفعل يعني الحقيقه عشان يقرا الخصائص بتاعته، ويلاقي ان عشان ينسخ قدره الراجل ده لازم يكسب ولاؤه قبل ما المهمه تخلص. جين جاب اخره وبيقول حقيقي هو انا لازم اكسب ولاؤه كمان، بس غريبه هو زي احصائياته عاديه كده وهو قائد فريق الهجوم. يلا هو انا مالي، المهم ما يعطلنيش. وبيدخلوا جوه الدهاليز، والساحر بتاعهم بيقول لهم خلوا بالكم لان الدنيا مظلمه كحل وخليكم قريبين مني. وبيفعل مهاره بتنور المكان كله، والمكان بيوريهم مجزره حرفيا، قصص وحوش في كل مكان، واللي تسبب فيها فريق الطليعه. العيال بدات تقلق جدا، وجين بيمشي وبيقول في نفسه ان في حاجه غلط، ازاي ما فيش ولا ضحيه واحده فينا بعد الوحوش اللي ماتت دي كلها. وفجاه الراجل الكبير اللي مع جين بيضربه على ظهره وبيقول لهم تتحرك يا عم جن في ايه. جين بيفوق وبيقول له معلش نسيت، فالراجل بيقول له طيب خد انت بقى الميه دي ووديها للاجانب وانا هدي الميه للفريق بتاعنا. وجن بيبص على اللبس بتاعهم وبيقول لحظه كده الشعر ده مش غريب عليا، شكل كده دول تابعين لنقابه النخب الاوروبيه. وبيروح يدي الميه لواحد قصير، فالشخص ده بيشكره. وجن بيفعل مهاره التواصل، بياخد عنه انطباع كويس جدا. جين بيبرق وبيقول ثواني كده دي اصغر سليله للعائله الاوروبيه لورا. ايه البت دي يا جدعان؟ لاعبه متكامله متخصصه في القوه المقدسه، هو الدفاع والهجوم والقوه السحريه والتربط بلياردو وبنج وكل حاجه حرفيا. جين هنا فاهم اللعبه كده، عرفت ليه مفيش اي ضحيه حصلت لحد دلوقتي، بس هو ايه اللي جابها هنا بدل ما تطلع للبرج. ما بيضيعش وقت وبيفعل عين الحقيقه، لكن النظام بيديله بلوك محترم بسبب فرق المستوى. لكن على مين؟ جين بيطور مهارتين الحقيقه للمستوى الثاني فورا، وهنا السحر بيشتغل وبيشوف كل خصائصها وبيكتشف انها من المستوى 29، وعشان ينسخ المهاره بتاعتها فلازم ينقذها مره من الموت. وبيعرف انها جت الغاره دي عشان مهمه التخصص بتاعتها لسه مفعله. البت بتشكره على الميه، وجين بيقول في نفسه ده انا اللي المفروض اشكرك لان هلطش منك المهاره الفشيخه اللي عندك، ودي من احسن القدرات في اللعبه. بس بيكمل وبيقول عشان انفذ شرط المهمه وانقذها الموضوع مش سهل خالص. الصيادين بيجروا على القائد وهم مرعوبين، ده في مصيبه يا فندم، تم ايقاظ الحارس المقدس للغاره. وبالفعل اكتشف ان في دخلاء في المكان، وناقص بس 10 دقايق بالظبط وتتفعل منظومه استدعاء حراس المغاره بالكامل. القائد مش مصدق نفسه، بيقولوا هو وشه جايب الوان، انا ما صدقت بقيت قائد، هموت بالسهوله دي. لكن الطمع بيملى عينيه وبيقول لهم هنكمل وعلى ضمانتي. العيال بتقول يا عم انت متاكد؟ ده احنا كده هنموت. بيقول لهم ما تخافوش فاحنا معانا القديسه لورا. وفجاه واحد بيزعق وبيقول لهم ان الوقت انتهى. زميله بيقول له ما تخافش اكيد النقابه عاملين خطه، فحط في بطنك بطيخه خصيفي لان زمانهم خلصوا على الحارس خلاص. الواد لسه ما كملش جملته من هنا والحارس بيظهر من العدم وبيفعصوا حرفيا، بيظهروا من كل مكان. القائد بيرتب الصفوف وبيخلي المدافعين يتقدموا، والساحر بيمدهم بالتعزيز. وبيجي واحد من الحراس ناطط في الجو وبينزل على المدافع زي الصاروخ بيدمر دراعه. القائد بيقرر يضحي باللاعبين المنفردين، والحارس لسه يخلص عليهم. وبتيجي لورا بتفعل العلامه المقدسه وبتهزم مجموعه كبيره منهم وبتقلق على الحاملين، فهم ما عندهمش اي حد يحرسهم. بننتقل ليهم بقى والدنيا مندشمله في كل مكان. الراجل الكبير خلاص بيودع وبيجي حارس يخلص عليه، بس الموضوع مش سهل يا صاحبي. فجن بيعمل منه بطاطس محمره، بيقول له مش قلت لك هترجع بيتكم سليم؟ بيقول له وراك يا عمنا. بيتفادى الضربه وبيفعل مهاره اللهب، بيدي الواحده كامي هاميها وبتجيب اجله. بيقول عشان انا مش عايز ازيد في المستوى فمش هقتل اي حد. راح يقوم الراجل الكبير، فبتيجي لورا بتاخد الراجل اللي بعيد، بتقول له انا اللي فاكرك شخص كويس طلعت بتستقوى على الناس الضعيفه، ده انا هفشخك دلوقتي. بتهجم عليه، بتقول له ما تهربش عشان ما تتعورش. بيقول طالما وصلنا لكده فما بدهاش بقى، وبيرميها على الارض
الارض وبيرفع عليها الخنجر. بيقول لها لو انا اللي عملت كل ده فايه اللي يمنعني ان اقتلك دلوقتي؟ الراجل الكبير لسه فاكر يتكلم دلوقتي وبيقول لها جن هو اللي انقذني. بتقول له انت بتتكلم جد؟ وبتتاسف لو طلع وبيقول لها حصل خير. بتقول له صحيح انت اسمك جن فليه خايف في هويتك؟ بيقول لها لنفس السبب بتاعك برضه، ايه اللي مخليك واخده نقاب زايون كغطاء عشان التخصص بتاعك؟ انا برضه حاجه شبه كده. البت بتتصدم وبتسال نفسها ازاي يعرف حاجه زي دي، وبيقطع تفكيرها وبيقول لها بما اننا شبه بعض انضم ليا. وبننتقل دلوقتي من اللحظه دي. لورا بتتخانق مع القائد عشان عاوزه تكون لوحدها ولكنه بيعترض على كلامها. بتقول له انت معاك خريطه لحد الزعيم وانا هكون لوحدي. بيقول لها خلاص ماشي بس عند اخر حدود الخريطه هنتقابل. بتقول له مفيش مشكله بس هاخد معايا واحد من الحوامل معايا. ده اللي بيشيل شنطه يا صاحبي مش اللي بيخلف عيال، ها ركز معايا. بيقول لها اعملي اللي عاوزاها بس تيجي في وقتك. كلهم بيخافوا يبصوا لها عشان ما تختارهمش بس جن بيضحي بنفسه بيقول لها هروح معاكي انا. ايه العيال بتقول له ما تروحش والا هتموت، مش عشان واحده جميله تموت نفسك. بيعمل فيلم هندي وبيقول انه مستعد يضحي بكل حاجه عشان الحب. العيال بتقول ده اتهبل ولا ايه؟ ولورا بتبص له باستغراب. بيتمشوا شويه وبينزلوا لقاع الجحيم. لورا بتنده عليه وبتقول له يا جن عهد بطرس في التابوت ده. بيقول لها تعرف انك لازم تدمري الحاجز اللي في التابوت صح؟ بتقول له ايوه عارفه. وبيظهر ليكم تحذير سيد الاطلال يحدق بك. جن بيقول غريب هو ما بيظهرش اهتمام باي حد من اللاعبين، جاي دلوقتي ويهتم بيا؟ بتقول له معنى كده انه اعترف بينا. بيقول لها لا هو اعترف بيا انا لوحدي. بتقول له انت جايب الثقه دي منين يا حلو؟ صحيح انا ممكن اسالك سؤال؟ انت قلت انك عارف كل حاجه في المكان ده، ممكن تعرفني بقى انا المفروض اعمل ايه؟ وبعد فتره من اللحظه دي بتنط في نص الوحوش وبتفعل مهاره تقنيه المعركه. احصائياتها كلها بتزيد، ده كله لان جن قال لها لازم تجذبي انتباه الوحوش دي. وبتفعل مهاره تقويه الروح المقدسه وبتنزل تقطيع فيهم. جن بيستغل الفرصه وينط من فوق الوحوش. لسه بيقول ان كده المخاطر هتقل عندي ويلاقي برق نازل عليه من فوق، واللي عمل كده هو الليتش زعيم الوحوش. بيستدعي واحد من الحراس وبيهجم على جن. بيتفادى الهجمه بيقول ان دي اول مره الاقي الحارس ده هنا، ده اكيد عشان جبت لورا. الليتش بيرفع العصايه السحريه وبيهجم بشعاع برقي لكن جن بيتفادى الهجمه وبتيجي في الحارس. وبسبب كده فبتيجي على باله فكره صايعه، بيقعد يراوغ ويخلي الليتش يهجم بالبرق في اتجاه التابوت. وبالفعل البرق بيخبط فيه وبيدمر الحاجز تماما. جن بيلف وبيهجم على كل الحراس الموجودين وبيخلص عليهم. بعدها بيبص على الليتش بكل خبث وبيقول له فضيت لك يا قلبي، ولسه رايح عشان يهجم عليه ويلاقي الليتش اتقسم نصين حرفيا. الراجل بيبص لجن وبيقول له لقيتك اخيرا. جن بيبص له وبيقول له انت مين يا عم الحاج في ايه؟ الراجل بيتصدم وبيقول له حيه انت متعرفنيش ازاي؟ جن ما بيضيعش وقت وبيستخدم مهاره عين الحقيقه وبيعرف ان اسمه هيتشون ومستواه 29 وشرط نسخ المهاره بتاعته انه يهزمه في اكتر حاجه بيفتخر فيها وهي فنون السيف. جن بيبص على السيف اللي في ايده وبيقول ان ده هو السيف اللي اتسرق من المتحف وبيفتكر ايام الماضي وبيقول في نفسه طالما هو اللي حامل السيف ده فاكيد هو نفس الشخص الغبي اللي كان كل شويه يتحداني في البرج زمان. جن بيضحك وبيقول له افتكرتك يا نجم، انت العبيط اللي كان كل شويه يتحداني. تشون بيتعصب وبيقول له المره دي غير كل مره يلا، ولسه هيتحداها ويلاقي القدس اللي ورا بتهجم عليه. تشون بيقول ما بيديهاش بقى وبيفعل مهاره ساحه المعركه وفجاه الارض بتتهز والمكان بيختفي والاتنين بينتقلوا لعالم موازي لوحدهم تماما.